اعمل تحليل للشخصيه بتاعتك في الحته دي، واسال الناس اللي اكبر منك ايه الحاجات الجابس اللي موجوده في الشخصيه. هتلاقي في شويه حاجات، وهتلاقي في شويه حاجات حلوه، واصحابك بيقولوا لك الكلام ده برضو، اللي معاك اللي بيشتغلوا معاك في الاكتيفيتيز، واللي هم اصحابك حتى لو مش بيشتغلوا معاك قاعدين بيخرجوا معاك ليل نهار، هيقول لك والله ميزتك مثلا انت اسيرتيف، انت فيك 1 2 3 4، انت عيوبك 1 2 3 4. بس كل ما تاخد الفيدباك ده من ناس كتيره، الناس القريبه منك الاول، بعد كده الناس اللي بتشتغل معاهم في الاكتيفيتيز في النشاطات، هتقدر تاخد عندك فيدباك حلو. بيزد على دوت انت المفروض تشوف ايه الحاجات منهم اللي كريتيكال للشغلانه والحاجات اللي مش كريتيكال. الحاجات اللي كريتيكال ده تسال نفسك سؤال: هل انا عندي مشكله كبيره فيها ولا انا كويس وممكن اخليها واو؟ لو انا كويس ابص الحاجات اللي انا قوي جدا فيها، الحاجات اللي انا قوي فيها اخلي نفسي اقوى، اخلي نفسي لو انا عندي برزنتيشن سكيلز انا متميز فيها اخلي نفسي وورلد كلاس بريزنتر. اروح على توست ماسترز وخش على توست ماسترز دوت اورج، هتلاقوا فيها كلها ان جي اوز، هي ان جي او بتخش فيها نون فولنتري اكسبيرينس، بتعمل توكس كتيره جدا في وقت قليل قوي، مضغوط قوي، فبتعلمك ازاي تبيع نفسك بسرعه او تعمل برزنتيشن سريعه في وقت ضيق وتبقى امباكتفل جدا وفيها ستوري تيلينج تكنيك حلو قوي وتاتراكت الاودينس. كل ده هتستخدمه بعد كده في الشركات الادويه في الدعايه. توست ماسترز دوت اورج من اقوى الحاجات برضو اللي الواحد يتعلمها بعد كده بعد الكليه، جربها واخد الاكسبيرينس بتاعته وكانت حلوه جدا. اقعد شوف ايه الحاجات اللي انت كويس فيها وخليها قويه جدا 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 عندك، والحاجات اللي انت عادي فيها لو هي مش هتضر الشغلانه عندك اتس فاين، خليها دلوقتي مش برقرات. مش لازم تخلي عندك كل حاجه بيرفكت، لان ده مفيش حد انسان كامل اصلا، مفيش حد اصلا جليندايزر في كل حاجه، مفيش حد اسطوره في كل حاجه جامد جدا فيها، اكيد في عندك جابس. الحاجه الكويسه عندك كان نفسك قوي جدا 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 ومتميز فيها، والحاجه اللي عندك فيها مش ويكنس ارياز اوف ديفلوبمنت، مش كلها تشتغل عليها، تاخد حاجه او حاجتين تطورها بعد كده تموف اللي بعده. بس الاهم الحاجات القويه قويه جدا جدا وتخليها متميزه قوي، لان اللي بيحصل ان الحاجه الكويسه اللي عندك تغطي على الحاجات اللي فيها ويكنسز. طبعا هل ده معناها يا جماعه ان مثلا واحد ما بيعرفش يسال اصلا بس هو بيعرف يعمل برزنتيشن سكيلز اسطوري؟ دي حاجه كريتيكال في الشغلانه بتاعت الدعايه، مش البرزنتيشن بس، السيلينج سكيلز، انك تكون بتعرف تبيع وبيلد ريليشن شيب، وانك تعرف تعمل كوميونيكيشنز. لو عندك مشكله في الكوميونيكيشنز وفي السيلينج سكيلز، لا دي مش ويكنس عاديه، دي ويكنس كريتيكال، خطر، لازم تشتغل عليها. مهما انك تبقى جامد جدا في البرزنتيشن مش هتفرق. الاكزامبل على ان ايه ويكنس، لا كريتيكال لازم اشتغل عليه. طب لو واحد تاني الاكسل سكيلز عنده عاديه، يعني بيعرف يستخدم الاكسل بس ما بيعرفش يعمل كودنج، بقى مش مهم، مش مهم تعمل الكودنج، بس بتعرف تستخدم اكسل ايكويشنز، تمام، حلو، بيرفكت، زي الفل. ركز بقى على السيلينج سكيلز وبرزنتيشن سكيلز والكوميونيكيشن سكيلز والتايم مانجمنت والاستراتيجيك ثينكينج، اشتغل على الحاجات دي، هتفرق معاك كتير قوي، وطبقها في الكليه واقعد جربها فري اوف تشارج من غير ما مدير يقول لك انت عامل حلو انت عامل وحش، وريني انك كنت بتعمل ايه اللي حصل لك، المشكله اللي عندك ايه، البريزنت بتاعك شكلك ازاي. كل الكلام ده هيبقى امتع واحلى بكتير قوي لو اخدتها بالراحه فولنتري، بتجربها ايام الكليه مع مذاكرتك مع النشاطات، قادر تعمل حاجه حلوه. وصدقني ساعتها لما تعملوا الحاجات دي هتلاقي قلبك وشغفك حاسس ان انت بتعمل حاجه مفيده للمجتمع، مفيده لنفسك، بتطبقها بتفرق مع الناس اللي موجوده حواليك.